السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثاني الثانوي، أهلا بيكم النهاردة في حل سادس هوم ورك معانا. الدرس اللي اتكلمنا فيه عن deviation of light in triangular prism، وزي ما شفنا استخدمنا فيه كل القوانين اللي استخدمناها في اللايت. استخدمنا قوانين الريفليكشن، قوانين الريفراكشن، قوانين الكريتيكال انجل. فكان درس جميل بيلم لنا كل القوانين بتاعة اللايت بس جوه التراينجلر بريزم، باستخدام طبعا القوانين بتاعة البريزم ان انا الابكس يساوي الاثنين انجلز اللي جوه اللي هم ثيتا 1 وفاي 2، واستخدامنا برضو قانون الانجل اوف ديفيشن يساوي الاثنين انجلز اللي بره اللي هم فاي 1 وثيتا 2 ماينس الابكس. وعرفنا ان الريفراكتيف اندكس دايما بيساوي ساين الانجل اللي موجوده في الاير ديفايدد ساين الانجل اللي موجوده جوه البريزم. يعني ممكن اقول ساين فاي 1 ديفايدد ساين ثيتا 1 او ساين ثيتا 2 ديفايدد ساين فاي 2، دايما بيساوي ساين الانجل اللي في الهواء ديفايدد ساين الانجل اللي في البريزم. تعالى كده نشوف المسائل اللي كانت موجوده عندنا في الهوم ورك النهارده في بيج 50. كان بيقول لي في اول مساله light ray او ray of light falls on triangular prism. ray نزل عندي على triangular prism of angle of incidence، عمل angle of incidence 45، then it emerges by angle of 52، عمل angle of emergence 52. مديني او عايزني احسب كمان الابكس بتاعت البريزم، ومديني الريفراكتيف اندكس بتاعت البريزم ماتيريال 1.5. وزي ما اتفقنا معظم مسائل البريزم انا اللي هرسمها، ممكن ما تجيليش مرسومه في الامتحان، فهتلاقي البروبلمز اللي موجوده عندك في الاول كلها مش مرسومه، احنا اللي هنرسمها بايدينا. وزي ما اتفقنا معظم المسائل اللي بتيجي انا اللي هرسم الجلاس بريزم. فاديني رسمت البريزم اهو، عايز احسب الابكس بتاعته. اتفقنا الابكس دي الانجل اللي بين الاثنين فيسز اللي حصل عندهم انسيدنس وحصل عندهم السكند انجل اوف انسيدنس. فتعال نشوف. قال لي اللايت راي فول اون تراينجلر بريزم ات انجل 45، يعني مديني الانجل اوف انسيدنس الاولانيه فاي 1 عندي ايكوالز 45. طبعا عمل ريفراكشن جوه البريزم. بعدين بيقول لي emerges by angle 52، يعني الانجل اوف emergence اخر انجل خالص اللي هي ثيتا 2 عندي طلع ب 52. عايز نحسب الابكس، وكده الابكس هيبقى الناحيه دي ما بين الانجل اوف انسيدنس والانجل اوف ايمرجنس. وزي ما اتفقنا الابكس بيساوي الاثنين انجلز اللي جوه، يعني بيساوي ثيتا 1 بلس فاي 2. ومديني الريفراكتيف اندكس بتاع الجلاس بريزم او جلاس ماتيريال 1.5. زي ما احنا عارفين ان الان دايما يساوي ساين اللي بره ديفايدد ساين اللي جوه، يعني ساين فاي 1 ديفايدد ساين ثيتا 1، ويساوي برضه ساين اللي بره ديفايدد ساين اللي جوه ساين 52 ديفايدد ساين فاي 2. فانا كده اقدر احسب ثيتا 1 واقدر احسب الفاي 2 واقول الابكس على طول يساوي الاثنين اللي جوه اللي هم ثيتا 1 بلس فاي 2. تعالى نحسبها. يبقى ان او ريفراكتيف اندكس بتاعي ايكوالز، نغير الكلر، ساين فاي 1 ديفايدد ساين ثيتا 1. عايز احسب انا هنا اول مره ساين ثيتا 1، هعمل طبعا كروس مالتيبليكيشن، يبقى ساين ثيتا 1 اجيبها مكان الان والان تنزل مكانها، ساين فاي 1 يعني ساين 45، وهو قايل لي الريفراكتيف اندكس 1.5، واعمل شيفت ساين للكلام ده كله، هيديني ان ثيتا 1 او فيرست انجل اوف ريفراكشن عندي ب 28.13. نفس الكلام هطبقه على الانجل الناحيه الثانيه، الريفراكتيف اندكس يساوي ساين اللي بره على ساين اللي جوه، يعني الان بتاعي ايكوالز ساين ثيتا 2 ديفايدد ساين فاي 2. انا المره دي عايز احسب برضو ساين فاي 2، هعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى ساين فاي 2 ايكوالز ساين ثيتا 2 اللي هي 52 ديفايدد الان ريفراكتيف اندكس 1.5، واعمل شيفت ساين للكلام ده كله. طلعت كده ان فاي 2 equals 31.69. كده بقى معايا الفيرست انجل اوف ريفراكشن، معايا السكند انجل اوف انسيدنس، معايا الاثنين اللي جوه، يبقى الابكس على طول يساوي البلس بتاع الاثنين انجلز اللي جوه. فعلا اقدر اقول بقى ان ابكس ايكوال ثيتا 1 بلس فاي 2، يعني ايكوالز الاثنين انجلز اللي انا حسبتهم 28.13 بلس 31.69. هلاقي الابكس طلع معايا ب 60.09 ديجري. يبقى انا كده فعلا قدرت احسب الابكس. يبقى دايما في الجلاس بريزم الريفراكتيف اندكس يساوي ساين الانجل اللي بره ديفايدد ساين الانجل اللي جوه، ساين الانجل اللي في الهواء ديفايدد ساين الانجل اللي موجوده جوه البريزم. واقدر اقول ان الابكس يساوي الاثنين اللي جوه اللي هو ثيتا 1 بلس فاي 2
لو كان عايز انجل اوف ديفيشن كانت بتساوي الاثنين اللي بره ماينس الابكس، يعني فاي 1 بلس ثيتا 2 ماينس الابكس بتاعي. تعال نشوف البروبلم اللي بعدها. كان بيقول لي لايت راي فولز اون ات انجل 60، يعني اللايت راي عامل انجل اوف انسيدنس بتساوي 60 on one side of equilateral triangular prism. equilateral يعني كل السايدز قد بعض وكل الانجلز قد بعض اللي هي 60، يعني كل الانجلز بتاعت البريزم عندي ب 60 عشان equilateral prism او كل الانجلز قد بعض. which has refractive index root 3، يعني مديني الان الريفراكتيف اندكس بتاع البريزم بروت 3، مديني الانجل اوف انسيدنس فاي 1 ب 60، يعني اللايت ينزل من الناحيه دي كده يبقى عامل انجل اوف انسيدنس مع النورمال فاي 1 بيساوي 60، فعمل ريفراكت اول مره. بيقول لي find the angle of emergence and the angle of deviation، يعني عايز احسب ثيتا 2 وعايز احسب الديفيشن اللي هي الفا. تعال نشوف. انا ممكن ادي ثيتا 2 الناحيه دي، وزي ما اتفقنا الديفيشن لو مديت الخط ده ومديت الخط ده اللي هي الالفا اللي الناحيه دي. معايا الفاي 1 ومعايا الريفراكتيف اندكس الان اللي هي روت 3، فممكن احسب ثيتا 1. معايا الابكس وجبت خلاص الثيتا 1، فانا اقدر كمان احسب الفاي 2. معايا الريفراكتيف اندكس والفاي 2، فاقدر احسب الثيتا 2. يبقى انا كده جبت الانجل اوف ايمرجنس. تعال نجرب يلا. يبقى الريفراكتيف اندكس ان ايكوالز ساين الانجل اللي بره فاي 1 ديفايدد ساين الانجل اللي جوه ثيتا 1، فاقدر احسب الثيتا 1. اعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى ساين ثيتا 1 ايكوالز ساين 60 ديفايدد روت 3، واعمل شيفت ساين للكلام ده كله. يبقى انا فعلا حسبت ثيتا 1 اللي هي هتطلع معايا ب 30. جبت الثيتا 1 ب 30، واحنا عارفين ان الابكس يساوي الاثنين اللي جوه، فاقدر احسب الفاي 2. يبقى فاي 2 ايكوالز ابكس ماينس ثيتا 1، يعني ايكوال 60 ماينس 30، فطلع ان فاي 2 ب 30. جبت فاي 2 ب 30، الريفراكتيف اندكس يساوي ساين اللي بره ديفايدد ساين اللي جوه، يعني الان ايكوالز ساين ثيتا 2 اللي انا عايز احسبها بقى انجل اوف ايمرجنس ديفايدد ساين فاي 2. يعني اقدر اقول ان ساين ثيتا 2 اعمل كروس مالتيبليكيشن روت 3 تايمز ساين ثيتا 2 اللي احنا لسه حاسبينها ب 30، فهعمل شيفت ساين للناتج بتاعي يديني ان ثيتا 2 او انجل اوف ايمرجنس اللي انا عايز احسبها ب 60. يبقى انا كده حسبت اول حاجه انجل اوف ايمرجنس. ناقص احسب الانجل اوف ديفيشن الفا، وزي ما اتفقنا الفا او انجل اوف ديفيشن بيساوي الاثنين اللي بره ماينس الابكس، يعني فاي 1 بلس ثيتا 2 ماينس الابكس. انا عندي فاي 1 كانت ب 60، الثيتا 2 حسبتها برضه ب 60 ماينس الابكس برضه ب 60، الاقي 60 طارت مع 60، يبقى الالفا او الديفيشن بتاعي فعلا طلع ب 60 ديجري. يبقى دي تاني حاجه انا كنت عايز احسبها اللي هي الانجل اوف ديفيشن بتاعتي. يبقى انا دايما معتمد على قانونين اساسيين، ان الابكس بيساوي البلس بتاع الاثنين الانجلز اللي جوه، الانجل اوف ديفيشن بتساوي البلس بتاع الاثنين انجلز اللي بره ماينس الابكس، الريفراكتيف اندكس بيساوي ساين الانجل اللي موجوده في الاير ديفايدد ساين الانجل اللي جوه البريزم. بروبلم نمبر 3 كان بيقول لي the apex angle of triangular prism is 50، يعني مديني ان البريزم المره دي الابكس بتاعي ب 45. The light ray falls perpendicularly to one of its faces. السبيشال كيسز بتاعتنا لما اللايت راي ينزل perpendicular، يعني phi 1 angle of incidence equal 0، theta 1 angle of refraction الاولى هي كمان بيساوي 0، لان اللايت باس without refraction، زي ما خدنا في قوانين الريفراكشن ان اللايت لما بينزل perpendicular بيعدي من غير اي ريفراكشن، معناها ان الانجل اوف انسيدنس والانجل اوف ريفراكشن الاولى بزيرو. يبقى كده على طول الابكس يساوي فاي 2، لان انا عارف ان الابكس المفروض بيساوي الاثنين اللي جوه ثيتا 1 بلس فاي 2. طب ما ثيتا 1 بزيرو، يبقى الابكس على طول يساوي فاي 2. معايا السكند انجل اوف انسيدنس. قال لي then it emerges tangent to the other face، يعني خرج من الناحيه دي كده تانجنت، وطالما خرج تانجنت يبقى على طول فاي 2 هي الكريتيكال انجل. يبقى انا عرفت ان الكريتيكال انجل equals فاي 2 equals الابكس، يعني equals 45. عايز يحسب calculate the refractive index of prism material، خلاص هستخدم قوانين الكريتيكال انجل. المفروض الريفراكتيف اندكس 1 over sin الكريتيكال انجل، يعني 1 over sin 45 اللي هي هتطلع معايا فعلا بروت
2. يبقى انا قدرت احسب الريفراكتيف اندكس بتاع البريزم باستخدام قوانين الريفراكشن وقوانين البريزم بتاعي. تعالى كده نشوف الصفحه اللي بعدها. بيقول لي في problem number 4 a ray of light falls from air to face of triangular prism whose apex is 72. يعني مديني المره دي ان الابكس انجل بتاعت البريزم 72. بيقول لي if the ray refracted by angle 30. يعني لما دخل اول مره هنا كانت phi 1 first angle of incidence، عمل first angle of refraction theta 1 equals 30، وانا عندي هنا phi 2 وعارف ان الابكس المفروض يساوي theta 1 بلس phi 2، فاقدر فعلا احسب الفاي 2 اللي هي 72 minus 30 and emerged tangentially to the other face. خرج tangent، وطالما خرج تانجنت يعني عامل انجل اوف ريفراكشن، يعني الثيتا 2 هنا ب 90، يعني الانجل اوف انسيدنس دي كانت هي الكريتيكال انجل. فهو عايز فعلا يحسب اول حاجه الكريتيكال انجل. قلنا طالما الانجل او الابكس بتاعي ب 72 الفيرست انجل اوف ريفراكشن ب 30، فانا اقدر اجيب الانجل اوف انسيدنس الثانيه اللي هي باينه من الرسمه بتاعتي ان هي فعلا بتساوي الكريتيكال انجل. يبقى الكريتيكال انجل اللي انا عايز احسبها بيساوي فاي 2 بيساوي ابكس ماينس ثيتا 1، يعني 72 ماينس 30، فطلع كده ان الكريتيكال انجل ب 42. عايز احسب الريفراكتيف اندكس بتاع الجلاس ماتيريال او بتاع البريزم. انا جبت الكريتيكال انجل، يبقى على طول الان او الريفراكتيف اندكس 1 اوفر ساين الكريتيكال 1 اوفر ساين 42، فيطلع ان الريفراكتيف اندكس بتاع الجلاس ماتيريال بتاعتي 1.49 الريفراكتيف اندكس. طب عايز ساين انجل او فيرست انجل اوف انسيدنت ساين فاي 1، هو عايز الساين بس مش عايز الانجل كلها. طب ما انا عارف ان الان اللي انا لسه حاسبها ايكوال ساين الانجل اللي بره فاي 1 ديفايدد ساين الانجل اللي جوه ثيتا 2، واعمل فعلا كروس مالتيبليكيشن واقدر احسب ساين فاي 1 اللي هو عايزها ايكوالز 1.49 تايم الساين الانجل اللي جوه اللي هي 30، فهتطلع approximately 0.75. يبقى انا قدرت اجيب ساين الانجل اللي جوه اللي هو عايزها. طبعا لو عايز الانجل نفسها كنت عملت شيفت ساين الرقم دوت وجبت الانجل نفسها. تعال نشوف البروبلم اللي بعد كده. بيقول لي light ray fell on the one of the faces، على واحد من الفيسز بتاع triangular prism، ومديني ان الابكس المره دي ب 30. اديني رسمت الجلاس بريزم، رسمت الابكس ب 30. Then the ray emerges perpendicularly to the other face. Special case تانية، ونزل هنا عمل انجل فاي 1، عمل ريفراكت اول مرة فدي كده ثيتا 1، فخرج نورمالي. قلنا خرج perpendicular يعني هنا بقى الثيتا 2 بزيرو والفاي 2 برضو هي بزيرو لانه خرج نورمال على الفيس بتاعي دوت. فبيقول لي الريفراكتيف اندكس بتاع الجلاس بريزم روت 3، عايز الانجل اوف انسيدنس. خلاص طالما فاي 2 بيساوي زيرو، انا عارف ان الابكس المفروض ثيتا 1 بلس فاي 2، وفاي 2 بزيرو يبقى الابكس على طول يساوي ثيتا 1، يبقى ثيتا 1 ايكوالز ابكس ايكوال 30. جبت الثيتا 1 ومعايا ريفراكتيف اندكس بروت 3 وعايز احسب فاي 1. طب ما انا عارف ان ان او الريفراكتيف اندكس ساين اللي بره على ساين اللي جوه، يعني ساين فاي 1 ديفايدد ساين ثيتا 1، يبقى ان على طول ايكوال ساين فاي 1 ديفايدد ساين ثيتا 1، وانا عايز احسب الفاي 1. معايا الثيتا 1 ومعايا الان، فاقدر اعمل كروس مالتيبليكيشن اجيب ساين فاي 1 ايكوالز الان اللي هي روت 3 تايمز ساين ثيتا 1 اللي احنا قلنا ايكوالز 30، واعمل شيفت ساين فعلا للكلام ده كله واحسب الفاي 1 بتاعتي اللي هي هتطلع ب 60. يبقى انا فعلا استخدمت برضو قوانين او السبيشال كيسز بتاعت قوانين البريزم، ان طالما اللايت خرج بربنديكولار معنى كده ان ثيتا 2 وفاي 2 الاثنين ايكوال زيرو، يبقى على طول الابكس يساوي الثيتا 1 عندي. لو كان اللايت نزل بربنديكولار زي الاكزامبل اللي عدى، لا ده كده فاي 1 وثيتا 1 هما اللي بزيرو، يبقى الابكس على طول يساوي فاي 2، واقدر برضو استخدم القوانين بتاعتي واحسب الثيتا 2. The apex angle of triangular prism، هو مديني المرة دي بريزم الانجل بتاعته ب 30، يعني الابكس ب 30. The light ray falls perpendicularly، اللايت نزل perpendicular، وقلنا طالما نزل perpendicular يبقى phi 1 equals 0 وثيتا 1 برضه equals 0، يبقى على طول الابكس يساوي phi 2.
فبيقول لي one of its faces then it deviated by angle equal 20. يعني مديني المره دي الانجل اوف ديفيشن، عايز يحسب الريفراكتيف اندكس اوف جلاس بريزم. تعال نشوف. طب ما انا عشان احسب الريفراكتيف اندكس لازم يبقى معايا انجل من جوه وانجل من بره اللي هي سيتا 2. طب انا عرفت الانجل اللي جوه ان فاي 2 ايكوالز ايبكس على طول ايكوالز 30. طب اقدر اجيب الانجل اللي بره ولا لا؟ ما انا عندي قانون الديفيشن المفروض يساوي الاثنين اللي بره فاي 1 بلس سيتا 2 ماينس الايبكس، واحنا اتفقنا طالما فاي 1 نزلت بيربنديكولار يعني الانجل اوف انسيدنس الاولى بزيرو يبقى فاي 1 بزيرو. اقدر فعلا اجيب الثيتا 2 هودي الايبكس الناحيه الثانيه بالبلس يبقى الثيتا 2 ايكوالز انجل اوف ديفيشن 20 بلس الايبكس 30 يعني ايكوالز 50. بقى معايا كده الاثنين انجلز اللي بره واللي جوه. اقدر احسب الريفراكتيف اندكس، اقول ساين الانجل اللي بره ثيتا 2 ديفايدد ساين الانجل اللي جوه فاي 2 يعني equals sin 50 divided sin 30 اللي هي هتطلع 1.53. يبقى انا الدرس كله بيتكلم عن القانونين الاساسيين بتوع البريزم بتوعي. الايبكس بيساوي الاثنين انجلز اللي جوه ثيتا 1 وفاي 2. الانجل اوف ديفيشن او الالفا بتساوي الاثنين اللي بره ماينس الايبكس او فاي 1 بلس ثيتا 2 ماينس الايبكس بتاعي. تعالى كده نقلب الصفحه ونشوف اسئله تشوز عندنا كانت بتقول ايه. هنا في أول مسألة بيقول لي the light ray incident in air with an angle of incidence phi 1 on one of the faces of triangular prism of apex اسمها A. The refractive index N as shown in the opposite figure. Which of the following modifications اللي المفروض أعمله that make the light ray undergo total internal reflection. عشان أخلي اللايت ray يعمل total internal ريفليكشن، وزي ما اتفقنا عشان يعمل توتال انترنال ريفليكشن لازم الانجل اوف انسيدنس تكون اكتر من كريتيكال انجل. واتفقنا برضو ان في الحاله دي الكريتيكال انجل تكون موجوده جوه البريزما عشان البريزما اكيد اعلى في الريفراكتيف اندكس من الاير، فما ينفعش الكريتيكال انجل تكون موجوده ناحيه الاير وهو رايح للبريزم، دي لازم تبقى موجوده ناحيه البريزم وهو رايح للاير. يعني لازم تكون فاي 2 اكتر من الكريتيكال انجل، صح كده؟ فبيقول لي ايه اللي لازم اعدله بحيث بقى ان فاي 2 تكون اكتر من الكريتيكال انجل. هل ازود انجل اوف انسيدنس فاي 1؟ احنا لو تفتكروا قلنا فاي 2 بتعتمد على مين ومين؟ كانت بتعتمد على الايبكس، صح كده؟ وبتعتمد على ثيتا 1. طب تعال نشوف هل لازم ازود فاي 1؟ انا لو زودت فاي 1 هي مش معتمده اصلا عليها. طب decreasing the angle of incidence فاي 1 برضه مش معتمد عليها. ولا using another prism of the same material بس smallest apex؟ لما اقلل الايبكس المفروض الايبكس بيساوي الاثنين اللي جوه، معنى كده ان دي هتقل. انا عشان اعمل توتال انترنال ريفليكشن لازم ابقى اكتر من الكريتيكال انجل مش اقل، يعني ما ينفعش اعمل كده. ولا using another prism of material with refractive index smaller than n. ما انا لما اقلل الريفراكتيف اندكس كريتيكال انجل بتاعتي فعلا تقل، فلما كريتيكال انجل تقل اقدر يحصل لي توتال انترنال ريفليكشن، ففعلا هستخدم نمبر دي هي الاجابه الصح. عشان كل ما الريفراكتيف اندكس يقل تلاقي كريتيكال انجل تقل، فتكون الانجل دي اكتر من الكريتيكال ففعلا تعمل توتال انترنال ريفليكشن. تعال نشوف الاكزامبل نمبر 2. كان بيقول لي when light ray emerges from a triangular prism tangent to the opposite face of the face on which the ray incident اللي هو الفيرست فيس. يعني اللايت راي دخل من الفيرست فيس عادي فخرج تانجنت كده، وزي ما اتفقنا طالما تانجنت يبقى اكيد فاي 2 هي الكريتيكال انجل. فبيقول لي the angle of deviation for light ray الفاي. احنا عندنا كده الثيتا 2 طالما اللايت خرج تانجنت يعني الثيتا 2 equals 90. يعني المفروض كده الانجل او الايبكس بتاعتي بيساوي الاثنين اللي جوه، الفاي او الالفا الانجل اوف ديفيشن بيساوي الاثنين اللي بره اللي هي فاي 1 بلس ثيتا 2 ماينس الايبكس. حلو. وبيقول لي هل الانجل اوف ديفيشن بتساوي زيرو؟ هو ينفع في الشكل اللي انا شايف ده فيهم واحده ب 90، هل ينفع التوتال يطلع بزيرو؟ هل بتساوي 90؟ هي تساوي 90 لو الفاي 1 هيساوي الايبكس، بس هو ما قاليش الكلام ده. ولا lies outside the prism، هل عمر الانجل اوف ديفيشن بتبقى بره البريزم؟
لا عمرها ما تبقى بره البريزم، دي بتبقى جوه البريزم، دي الانجل ما بين اللايت اللي ماشي كده وامتداد اللايت اللي خارج، صح كده؟ ولا has the least minimum value؟ هي فعلا ممكن تبقى ليها اقل minimum value، ودي بقى اللي احنا هنشوفها ان شاء الله في السيم بريزم المره الجايه، ونشوف المينيمم اوف ديفيشن. هنا بيقول لي the opposite graph which of the shown points، انهي نقطه من اللي انا شايفهم الاكس ولا الواي ولا الزد represents the state of light ray، بتدل على light ray that is incident normal on one of the faces of triangular prism. لما اللايت راي ينزل نورمال، احنا قلنا لما ينزل نورمال عندي حاجتين بزيرو، عندي فاي 1 بزيرو، عندي سيتا 1 بزيرو، وانا شايف الجراف بتاعي ما بين فاي 2 وبين سيتا 1. انا قلت السيتا 1 تبقى بزيرو، صح كده؟ طب امتى السيتا 1 بتبقى بزيرو؟ لما اوصل لايه؟ لما اوصل عند الواي اكسس، ساعتها فعلا السيتا 1 اهي بزيرو، صح كده؟ يبقى النقطة اكس فعلا هي اللي عندها الاكس اكسس بزيرو، يعني عندها السيتا 1 بزيرو، يبقى فعلا كده اللايت راي بتاعي نزل بيربنديكولار اون وان فيس، او نزل على الفيس بيربنديكولار، يعني السيتا 1 والفاي 1 بزيرو، وهي النقطة اللي عندها فعلا السيتا 1 كانت بزيرو او الاكس اكسس بزيرو اللي هي البوينت اكس. تعالى كده نشوف الصفحة اللي قدامها. بيقول لي which of the following angles in an equilateral triangular prism whose material has refractive index 1.5 could have possible value of 0 or 90. يعني لو عندي triangular prism equilateral، قلنا يعني كل الانجلز بتاعتي ب 60 والريفراكتيف اندكس بتاعي ب 1.5، فمين الانجل اللي ينفع تبقى ليها 0 وينفع تبقى ليها 90؟ تعال نشوف. الانجل اوف ديفيشن تبقى بزيرو، هل ينفع تبقى بزيرو؟ ده اللايت هيعمل ريفراكت كذا مره، يعني كده كده في انجل اوف ديفيشن. هل سكند انجل اوف انسيدنس الفاي 2 ينفع تبقى بزيرو؟ الفاي 2 ينفع تبقى بزيرو لو اللايت وصل هنا نورمالي، بس هل ينفع تبقى ب 90 ان اللايت يخش تانجنت كده او ينزل بارل كده على طول؟ لا، هي تنفع تبقى زيرو بس ما ينفعش تبقى 90. انجل اوف ريفراكشن سيتا 1، سيتا 1 تبقى بزيرو لو اللايت نزل نورمالي، بس هل اللايت هينزل تانجنت كده وتبقى اقول عليها ب 90؟ لا. ولا السيتا 2؟ السيتا 2 ممكن تبقى بزيرو لو اللايت خرج نورمالي، ماشي، تبقى الانجل اوف ريفراكشن الثانيه بزيرو، او تبقى 90 لو اللايت خرج تانجنت. يبقى هي فعلا السيتا 2 اللي ينفع تكون بزيرو وينفع تكون ب 90 في حالات معينه. لو اللايت والله خرج نورمال يبقى السيتا 2 بزيرو، لو اللايت خرج تانجنت يبقى السيتا 2 ب 90، لان بقيسها من ناحيه النورمال اللي انا برسمه. يبقى فعلا السيتا 2 هي اللي ينفع يتحقق لها الحالتين، ان هي تكون مره بزيرو او تكون مره ب 90. السؤال نمبر 5 بيقول لي in the opposite figure light ray passes through a triangular prism transparent material، السبيد جوه البريزم كانت 0.8 سي، وطبعا سي دي اللي هي speed of light in air. if the speed of light in air هي سي so the angle A is approximately، انا واخد بالي كده ان اللايت لما جه هنا خرج تانجنت، يعني فاي 2 هي كريتيكال، واخد بالي الناحيه دي ان اللايت دخل نورمال، يعني فاي 1 بزيرو، ثيتا 1 بزيرو، كده الابكس يساوي على طول فاي 2، يعني يساوي الكريتيكال. فانا لو حسبت الكريتيكال انجل ابقى حسبت الفاي 2، ابقى حسبت الابكس. طب ما تيجي نحسب الكريتيكال انجل، المفروض ساين الكريتيكال انجل ايكوالز 1 اوفر ان، واحنا خدنا ان الان او الابسوليوت ريفراكتيف اندكس بتاع الماتيريال اللي هو سي اوفر في، يبقى 1 اوفر ان اللي هي العكس في اوفر سي. هو مديني سرعه اللايت جوه بريزم 0.8 سي، والمفروض قال لي سي مع السي، معنى كده ان ساين الكريتيكال انجل ايكوالز 0.8، يعني لو عملت شيفت ساين ل 0.8 جبت فعلا الكريتيكال انجل ب 53، واحنا عارفين ان الكريتيكال هي الفاي 2 هي الابكس في الحاله دي، يعني فعلا الابكس ابروكسيميتلي 53، طبعا هي 53.1، فالتقريب بتاعها فعلا يطلع ب 53 عشان اللايت دخل نورمال، يعني فاي 1 وثيتا 1 بزيرو، يبقى كده الابكس على طول يساوي فاي 2. نمبر 6 بيقول لي in the opposite figure the apex of the prism، هل ممكن تكون greater than theta less than theta greater than the angle phi ولا less than
فاي. طب ما تيجي نشوف اللايت دخل نورمال، يعني كده فاي 1 ايكوال 0، ثيتا 1 ايكوال 0، يبقى الابكس على طول بيساوي الفاي اللي مرسومه عندي. طالما الابكس بيساوي الفاي وبعدين عمل ريفراكت، احنا عارفين ان الانجل اللي في الاير دايما كبيره، عشان الريفراكتيف اندكس بتاع البريزم اكيد اكبر من الريفراكتيف اندكس بتاع الاير اللي هو 1، صح كده؟ وطالما الانجل اللي في الاير او الريفراكتيف اندكس اللي في الاير هو الصغير، يبقى الانجل اللي عنده كبيره، يبقى اكيد الفاي الفاي كده اقل من الثيتا، عشان الفاي هي اللي جوه البريزم. طب ما الفاي بيساوي الابكس، يبقى الابكس هو كمان للزان انجل ثيتا، عشان كده فعلا هختار الاجابه نمبر بي، ان الابكس ينفع يكون اقل من الانجل ثيتا. يبقى اللايت لما يجي من جوه بريزم لبره المفروض يبعد عن النورمال او الانجل اللي بره، دايما الانجل اللي في الهواء اكبر من الانجل اللي في اي ميديم تاني، صح كده؟ يعني المفروض الثيتا اكبر من الفاي، وانا من شكل اللايت وهو داخل جوه بريزم كده عرفت ان الابكس بيساوي الفاي. طب ما الفاي اقل من الثيتا، يبقى الابكس هو كمان يطلع اقل من الثيتا. In the opposite figure example number 7 بيقول لي في الرسمه اللي قدامي the apex A greater than 45 less than 45 ولا equal 45 ولا indeterminable. قلنا الابكس في الحاله دي طالما الفاي 2 يساوي الثيتا 2 يساوي 0، يبقى الابكس يساوي الثيتا دي على طول، صح؟ طب اللايت جاي من الاير للبريزم، اتفقنا الانجل اللي في الاير لازم تبقى كبيره، يعني الثيتا المفروض ان هي كده less than 45. طب ما الابكس بيساوي الثيتا، يبقى الابكس هو كمان يطلع less than 45، عشان كده الاجابه عندي تنفع نمبر بي، ان الابكس لازم يطلع less than 45. تعالى كده نشوف في البيج نمبر 54 بيقول لي the light falls on the faces of equilateral prism، وزي ما اتفقنا equilateral يعني كل الانجلز عندي 60، يبقى كده الابكس بتاع البريزم بتاعي ب 60. فبيقول لي then triangular prism and emerges from the opposite face as shown in the figure. عايز the angle of deviation، وعشان اجيب الانجل of deviation انا محتاج الاثنين اللي بره ماينس الابكس، يعني محتاج اعمل فاي 1 بلس ثيتا 2 ماينس الابكس. طب انا عندي هنا فاي 1، لا انا لازم الانجل تبقى ناحيه النورمال، يبقى كده فاي 1 equals 50، يبقى انا اقدر احسب الانجل اوف ديفيشن فاي 1 بلس ثيتا 2 ماينس ابكس، يعني 50 بلس 40 ماينس الابكس ايكوليترال يعني 60، فهتطلع فعلا ان هي طلعت ب 40 90 ماينس 60 هتطلع ب 30 ديجري، اللي هي الانجل اوف ديفيشن بتاعتي اللي هي الاجابه نمبر A. يبقى خلي بالي لازم الفاي 1 زي ما اتعودنا تكون ناحيه النورمال بتاعي. نمبر 9 بيقول لي a prism is made of transparent plastic. The plastic light travels 0.8 c. اللايت بيمشي جوه بلاستيك بسرعه 0.8 تايمز c. c دي طبعا اللي هي speed of light in air. فبيقول لي هو خرج زي ما انا شايف في المنظر اللي قدامي ده، عايز يحسب ذا انجل ثيتا، وزي ما اتفقنا طالما اللايت خرج بربنديكولار كده يبقى ثيتا دي هي الكريتيكال انجل، وطالما حسبت الكريتيكال انجل اقدر احسب الثيتا، يبقى ثيتا ايكوالز كريتيكال انجل، وانا عارف ان ساين الكريتيكال انجل 1 اوفر ان، وعارف ان الان سي اوفر في، يبقى 1 اوفر ان ايكوالز في اوفر السي، ومديني سرعه اللايت في بريزم 0.8 سي، وادي السي تحت، السي طارت مع السي بقى لي 0.8، اعمل شيفت ساين للكلام ده فيديني ان الكريتيكال انجل او الثيتا فعلا بتطلع ب 53، اللي هي الاجابه نمبر دي. تعالى كده نشوف البروبلم نمبر 10، اخر مساله عندنا النهارده في الهوم ورك. بيقول لي the opposite figure represents the path of light ray that incident on face of equilateral glass prism، وزي ما اتفقنا equilateral يعني كل الانجلز اللي عندي 60، ودخل نورمال زي ما انا شايف كده او خرج نورمال من الناحيه دي، يعني فاي 2 وثيتا 2 الاثنين بزيرو، يبقى كده ال 60 او الابكس على طول يساوي ثيتا 1 اهي ب 60، وانا باين عندي ان الانجل اوف انسيدنس الاولانيه فاي 1 ب 70، عايز الايه الانجل اوف او خرج وزاويه ريفراكشن زي ما انا عايز الانجل اوف ديفيشن، وزي ما اتفقنا عشان اجيب الانجل اوف ديفيشن انا محتاج الاثنين اللي بره ماينس الابكس، الفا ايكوالز فاي 1 بلس
ثيتا 2 ماينس الابكس، وانا شايف ان ثيتا 2 بزيرو، يبقى على طول فاي 1 ماينس الابكس يعني 70 ماينس 60. فطلعت فعلا معايا الانجل اوف ديفيشن ب 10 اللي هي الاجابه نمبر ايه. من احلى الدروس اللي موجوده عندنا في المنهج. وبكده نكون خلصنا الهوم ورك بتاع درس ديفيشن اوف لايت ان جلاس بريزم. استنونا بقى المره الجايه ان شاء الله علشان نشوف البروبلمز بتاعت مينيمم ديفيشن او الحل بتاع مسائل السين بريزم. كان معاكم مستر محمد كمال، دكتور ساينس.